السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الورد والهنا والفل من قناتي روتين يوسف ولون. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. بصوا بقى، النهاردة هعمل سمك وهعمله بالصلصة، طريقة حلوة جدا جدا وسهلة. ان شاء الله تعملوها تجربوها، ومقاديرها مش صعبة خالص. قبل ما نبتدي المقادير بتاعتنا حطوا لنا اللايك الحلو، ما تنسوش طبعا المتابعات، واهم حاجه في الموضوع تشتركوا في قناه روتين يوسف ولومي على اليوتيوب. يلا نشوف مقاديرنا السهله. بصوا حبايب قلبي، هعمل سمك النهارده، سمك مكرونه. بصوا غسلاه ومنضفاه زي الفل اهو. وكان عندي بصراحه واحده مكاريل من وجبه سمك كنت عملتها قبل كده، فهضيفها على اكله السمك بتاعتي. التوابل بتاعتي هتكون كزبره ناشفه، توابل سمك، كمون، وطبعا الملح ده اساسي. هيبقى عندي توم ومحطوط عليه فلفل اخضر. ده عايزه اقول لكم على حاجه، ان ده العرض اللي كان في النت. توم بصوا انا مستعملاه قبل كده وحلو جدا. طبعا هنستعمل ناخد منه. بصوا حبايبي، خدت منه معلقتين توم على فلفل اهو زي ما وريتكم. هحط عليهم التوابل بتاعتي اللي انا لسه قايله عليها اهو. هحط عليهم شويه خل. طبعا اللي عايز يبدل الخل بالليمون مفيش مشكله، بس انا من الناس اللي بحب الخل اكتر. وطبعا احط الملح بتاعي. لغايه كده الخطوه الاولانيه بتاعتي سهله. هبتدي اتبل السمك بتاعي تتبيله جامده جدا. جربوها بالطريقه بتاعتي دي ان شاء الله تعجبكم. كده اهو اللي يتبل بحطه على جنب. وواحده المكاريل برضو بنفس التتبيله. اي نوع سمك هعمله بنفس الخطوات. هي دي اسهل طبعا خطوه عندي. اهم حاجه فيها خطوه الصلصه، وان شاء الله تكون سهله وتعجبكم. بصوا حبايبي، بعد ما تبلت السمك بتاعي هنبتدي بقى نحط في الدقيق ونقلي. نسمي الله. كل ده خطواتنا سهله اهي وما فيهاش اي صعوبه. بصوا حبايب قلبي، كده انا خلصت اهو قليه السمك كله. نيجي بقى عند اهم خطوه في الموضوع، وخطوه الصلصه بتاعتي. طاسه نضيفه كده وفيها شويه زيت على نار عاليه. هنزل عندي بصلايه متقطعه صغير وقرنين فلفل رومي. لو مفيش رومي عندك حراق مفيش مشكله، اهم حاجه يكون في الموضوع فلفل. وانزل بيهم على الزيت. احط شويه كزبره ناشفه بتاعه الملوخيه دي. اكتر بقى كده مثلا بتاع ربع معلقه كبيره اهي، واحطها مع البصل والفلفل. اهم حاجه الكزبره دي بتخلي للصلصه طعم تاني. انا بس هديها تقلبتين تديني اللون الذهبي بتاعي. مش قادره اقول لكم الكزبره بتخلي الريحه عامله ازاي وانا بقلب. ان شاء الله يا حبايبي تعملوها ويعجبكم قوي قوي كمان وهتدعوا لي. يلا اللي محطش المتابعه يحط لنا المتابعه الحلوه اللي زيكم كده. ما طولهاش يا حبايبي، على كده انزل على طول بالطماطم عندي. واقلبها. طبعا لازم تتخفف، هخففها بنص كوبايه ميه. كل ده النار بتاعتي عاليه، ما بوطيش النار خالص. عايزاها تبقى خفيفه. هخليها تغلي دقيقتين كده مع بعض. احط لها شويه توابل سمك وهي بتغلي كده اهم، شويه توابل حلوين.
واحط لها ملح، طبعا اللي عايز يحط شويه شطه مفيش مشكله. انا للاسف ما بعرفش احط شويه شطه لان ولادي صغيرين. بصوا يا مسكرين كده، انا سبتها دقيقتين 3 على النار عاليه كفايه قوي. انزل بالسمك بتاعي، نسمي الله بسم الله كله، وابتدي اقلبه بالراحه. بصوا حبايبي، واسيبه بقى لمده دقيقتين 3 ياخد ويدي مع نفسه، ما نكترش على كده عشان السمك ما يتهرش مني، يعني كفايه قوي دقيقتين. بصوا منظره حاجه كده تفتح النفس تجنن، ولا الريحه بألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. بصوا حبايب قلبي، ده كده الشكل النهائي. السمك بالصلصه طبعا مش قادره اقول لكم، ريحته تحفه تحفه والطعم احلى. ينفع طبعا رز، ينفع جنبه عيش وسلطه، في تلك الحالتين جمال. بألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. يا رب اكون فدتكم. ما تنسونيش في المتابعه، واهم حاجه اشتراك في قناه روتين يوسف ولومي على اليوتيوب. واشوفكم على الف خير يا احلى متابعين في الدنيا.